اهلا بيكم. هنعمل النهارده الفطير بس بطريقه سهله قوي، ولو هتعمليه من اول مره هينجح معاكي. كمان هنطلع كميه كبيره من كيلو واحد من الدقيق. اول حاجه معايا كوبايه كده فاضيه، هنزل بحوالي 100 جرام من السكر وعليهم ميه فاتره عاديه جدا، وهبتدي اقلب بقى الكلام ده كله. انا مش هحط خالص ملح في الدقيق او في العجينه بتاعتي، انا هستخدم ميه وسكر ودقيق، مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين كده حطيت الكيلو بتاعي من الدقيق كده في العجان، وهنزل عليهم بالميه اللي انا عملتها بالسكر ديت. زي ما انتم شايفين بالعجان كده واحده واحده لحد لما تلم معايا. ولو هحتاج ميه تاني هنزل ميه لحد لما تتكون معايا عجينه بالشكل ده كده. انا سبت العجان حوالي 10 دقايق علشان انا محتاجه عجينه متماسكه والجلوتين بتاعها شغال والعرق بتاعها قوي. زي ما انتم شايفين كده العجينه ناعمه وحلوه قوي. انا بس دلوقتي بدمج العجينه كده علشان اقسمها جزئين. هاخد كل جزء كده واكوره زي ما انتم شايفين، وهجيب طبق هدهنه رشه من الزيت، حاجه بسيطه مش كتير. وكل كوره كده هبتدي اغلفها بالزيت كده علشان الوش بتاعها ما ينشفش. وزي ما انتم شايفين كده العجينه بتاعتي طالعه مظبوطه جدا ووشها ناعم، وهو ده المطلوب. هبتدي بقى اغطيها بحاجه بلاستيك كده، هبتدي اسيبها حوالي نص ساعه. ونيجي بقى على الخطوه المهمه جدا اللي هي بديل الزبده، علشان ناخد نفس نتيجة الزبدة. انا معايا حوالي كوبايتين من السمنة مجمداهم في الفريزر او في التلاجة، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من السكر البودرة زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى اضرب بالمضرب بتاعي لحد لما تفك كده، كأنك بالظبط بتعملي اي نوع من البسكوت او النواعم. انا عايزة الزبدة بتاعتي او السمنة بتاعتي توصل للدرجة دي. زي ما انتم شايفين كده كريمي، القوام بتاعها كريمي. هبتدي ادخلها بس التلاجة على حد لما اشوف العجينة بتاعتي هعمل معاها ايه. هي كده العجينة دلوقتي جاهزة وزي الفل. هبتدي بقى اخد اول كرة اللي هبتدي اشتغل فيها. شايفين بقى بعد ما ارتاحت كمان بقت ناعمة اكتر ازاي، وهتريحنا جدا جدا في الفرد. هبتدي دلوقتي ارش رشة من الدقيق، مش هحط سمنة ولا اي مادة دهنية ولا حتى زيت ولا اي حاجة خالص. كمان الدقيق هيساعد على توريق العجينة معانا. اول حاجة بقى هجيب العجينة بتاعتي وهبتدي افردها على قد ما اقدر كده بشكل مستطيل مش دايرة. هجيب النشابة بتاعتي وهبتدي افرد كده على قد ما اقدر، بس هخلي السمك بتاعي حوالي نص سنتي كده، مش هفرد كتير ولا هتعب نفسي خالص. في الخطوة دي هبتدي اجيب بقى الكريمة بتاعتي او كريمة السمنة اللي انا عاملاها او الزبدة اللي انا عاملاها ديت او بديل الزبدة، وهبتدي افرده زي ما انتم شايفين كده على العجينة كلها، نفس حركة الزبدة بالظبط عشان تديني نفس التوريقة ونفس الافكت بتاع الزبدة بالظبط. شايفين؟ هبتدي بقى افرد كده زي ما انتم شايفين كده كل جزء في العجينة من اول طرف لاخر طرف، ما تسيبيش ولا حتة علشان التوريق. مهم قوي بقى تشدي العجينة زي ما انت شايفة كده وتبرمي العجينة زي ما انت شايفة بالظبط، علشان دي كلها طبقات. انا عايزة اشد على قد ما اقدر كده وابرم على قد ما اقدر لان دي كلها طبقات. لو لقيتي السمنة بتتحرك معاكي لا يبقى خدي السمنة جوه العجين او تحت العجين زي ما انت شايفة كده. بصي هي الصورة بتشرح نفسها او الفيديو شارح نفسه. انا عايزة اوصل في الاخر ان انا الم العجين بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هلمها هجمعها بالطريقة دي، هبرمها كده وهجمعها رول كده. انا جمعت المستطيل بتاعي رول واحد كده. هبتدي بقى اخد العجينة بتاعتي واقطعها زي ما انا عايزة بقى الاحجام اللي انا عايزاها. ده حوالي نص كيلو من الدقيق او نص كيلو، نص العجينة اداني 4 فطيرات، اللي هو نص كيلو دقيق هيديكي 4 فطيرات بالحجم اللي انت شايفاه ده. لو كبرتي شوية هيديكي اقل شوية، لكن انا شايفة ان ده حجم كويس قوي للفطيرة. زي ما انت شايفة كده هو كده تمام قوي. هبتدي بقى اغطيهم وادخلهم الفريزر علشان السمنه بتاعتي تجمد جوه طبقات العجين وتديكي طبقات كتير. هسيبها حوالي نص ساعه في الفريزر، وبعد نص ساعه كده انا كملت الكميه. ادتني ما شاء الله 8 فطيرات محترمين كده حجمهم حلو. بعد نص ساعه هجيبهم وهبتدي افرد بقى الرول بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هرققه برضو، هفرده كويس، وهبتدي بقى اسايسه كده بالراحه، وهبتدي اجيب الناحيه اللي هي مستويه كده مش مقطوعه، وهخليها هي اللي تحت لان هي اللي هتبقى فوق بعد كده او هتكون وش الفطيره. هجمع كده الفطيرة اللي معايا بالشكل ده كده. انا عايزة اكورها علشان تكون يكون السطح بتاعها مستوي كده
زي ما انتم شايفين انا عايزه اجمعها كوره كده. شايفين؟ هبتدي بقى اقفل كويس قوي من تحت علشان تكون شكلها حلو. بعد التسويه هكمل كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه دي. هفردها، بس مش هفردها على ماده دهنيه ولا هحط فيها اي مواد دهنيه تانية. وهكور بقى العجينه كلها وابتدي اقفل كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. بعد لما اخلص الكميه كلها ادخلها الفريزر تاني او التلاجة حوالي كمان نص ساعه علشان ترتاح. بعد ما العجين بتاعي يرتاح كده في التلاجة حوالي نص ساعة هبتدي اجيب كورة كورة كده وابتدي افردها بالراحة على رشة بسيطة تحت من الدقيق ورشة بسيطة من فوق بس علشان النشابة ما تمسكش في العجين او تمسك في الطبقة الاخيرة بتاعة العجين. وهفردها بالراحة كده بسمك حوالي نص سنتي برضو، ما تكتريش عن نص سنتي علشان العجينة تفرد معاكي وتبقى كويسة معاكي وكمان تتنفخ في الفرن وتدينا الطبقات الحلوة اللي انتوا شفتيها في اول الفيديو بالشكل ده كده. وهسيب العجينة ترتاح كمان حوالي 10 دقايق بس لحد لما الفرن بتاعي يسخن. هبتدي بقى في الوقت ده اسخن الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة من تحت وفوق بس لحد لما احط الفطير بتاعي. في الوقت ده ههدي الشواية خالص علشان الفطير بتاعنا ما ياخدش لون. ان شاء الله 10 دقايق وتكون جاهزة، بس حاولي تخلي بالك منها في السوا. شايفين؟ ده بيكون شكل الفطير بعد لما يطلع من الفرن. شايفين عامل ازاي؟ مورق جدا وجميل جدا، وكمان السمنة بتاعته او الدسم بتاعه قليل جدا. فان شاء الله مش هتزهقي منه ابدا. حاجة كده في منتهى الجمال، مورق وبجد خطير. جربي الطريقة هتبقي استاذة في الفطير. عايزة اقولك هتقومي كل يوم تعملي فطير من سهولته وجماله. وكمان شايفين الكيلو طلع لنا قد ايه؟ حوالي 8 فطيرات محترمين قوي. شايفين؟ ما شاء الله في منتهى الجمال. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.